يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. للي ما كانش متابعني قبل كده، أنا عاملة playlist أو عاملة سلسلة باتكلم فيها على الmarketing fundamentals أو على أساسيات التسويق. اتكلمت قبل كده عن دورة حياة المنتج، على كمان المزيج التسويقي أو ال4 Bs، واتكلمت كمان على الsegmentation والtargeting والpositioning. لو ما كنتش شُفتهم أنا هاسيب لك اللينك بتاعهم في وصف الحلقة دي بإذن الله. النهارده بقى الحلقة بتاعتنا على الmarketing funnel أو القمع التسويقي. هاقول لك كده شوية expression وما تتخضش، اللي أنا هاقوله ده مش أسامي أكلات، حاجة اسمها توفو أو موفو أو حاجة اسمها بوفو، ده مش أسامي أكل خالص. التوفو للناس اللي بتعرف كوري، هو عبارة عن dessert كده كوري ومشهور أوي في كوريا، خاصةً South كوريا يعني كوريا الجنوبية. أنا حد بيهتم بكوريا جدًا يعني وباحب الثقافة بتاعتهم جدًا. ومتابعاهم، بس اللي أنا باقوله ده مش أكل، خلّيك متابعني في آخر الحلقة عشان تعرف إيه اللي أنا باقول فيه. أنتم عارفين كمان لو حد بيسمعني على البودكاست بتاعي اللي أنا باحب الstatistics، يعني حتى وأنا باحكي أي حاجة عن الmarketing باحب أجيب figures. فfigure النهارده أو الstatistics بتاعة النهارده والإحصائية بتقول لك إن 96% من الناس اللي بتشوف الbusiness أو الbrand بتاعك لأول مرّة مش هيشتروا حاجة في نفس اللحظة. طب ال96% دول بيروحوا فين؟ وإزاي أنا أقدر كصاحب business أو كحد بيشتغل في التسويق، حد بيعمل campaigns، إزاي أرجّع ال96% دول اللي أخلّيهم يهتموا بالbrand بتاعي، وإزاي إن هم أخلّيهم عندهم desire أو رغبة إن هم يشتروا المنتج أو الخدمة اللي أنا باقدّمها. فالنهارده هنفهم مع بعض المفهوم اللي هيخلّيك تعرف التسويق من ناحية تانية، اللي هو الmarketing funnel أو قمع التسويق. وخلّينا كده واحدة، واحدة نبدأ بالمفهوم الأساسي اللي هو القمع أو الfunnel أهو الشكل اللي أنت شايفه ده. هُم ليه سموه طيب قمع أو funnel؟ فأنا ببساطة كده هابسّطه لك من خلال مثال. تخيل معايا كده إن أنت بتعمل إعلان على السوشيال ميديا، الإعلان ده شافه حوالي مثلًا نقول 100,000 شخص، هل ال100,000 شخص دول كلّهم هيشتروا منّك؟ أكيد لأ. فعدد كبير في الأول اللي هو هيكون موجود هنا كده على الجزء الأحمر ده، هو ده اللي بيشوف الإعلان، تمام. بعد كده جزء منه هنا هيبقى مهتم بالإعلان ويبدأ يدوّر عليك ويعرف أنت بتقدّم إيه، وإيه الvalue اللي أنت هياخدها قصاد الفلوس اللي هيدفعها وحاجات كده. وبعد كده يعني قليل أوي بقى اللي هتلاقيه هيبتدي العدد يقل، يعني أنت شايف من هنا المساحة كبيرة، بعدين ابتدت تقل، وبعدين ابتدت تقل لحد ما هتبقى قليلة خالص. والجزء الأخير ده هو ده الجزء اللي هو فعلًا إحنا بنسميه العميل الفعلي، العميل فعلًا اللي هو دفع واشترى واستفاد من الخدمة أو المنتج بتاعك. عشان كده الشكل الهندسي اللي بيعبّر عن الرحلة هو شكل القمع ده، أو الشكل اللي هو عامل زي كإنه آخد من فوق مساحة كبيرة أوي ونازل على مساحة صغيرة أوي. فالهدف الرئيسي من الفن مش إنك تجيب بيه مبيعات، لأ الهدف إنك تفهم نفسية العميل، بتفهم إن هو في كل مرحلة محتاج يسمع منّك إيه، محتاج إيه المعلومة اللي هو عايز يعرفها عن المنتج أو الخدمة، وأنت تخُش له إزاي وتعرف تستقطبه، إن هو بحيث إن هو ينزل للمرحلة اللي بعد كده لحد ما يصبح يدفع فلوس ويصبح عميل فعلي معظم الناس اللي بتشرح الfunnel أو معظم حتى الsources اللي هتلاقيهم هُم بيتكلموا على 4 مراحل أساسية، بس أنا حبيت أزوّد لك المرحلة الخامسة دي لإن ما ينفعش business إن هو يتغاضى عنها، اللي هي مرحلة الloyalty. بس خلّينا نبدأ في كل مرحلة وأقول لك معناها إيه. وفاكر الexpression اللي أنا قُلتها لك في الأول الTOFU والMOFU والBOFU، ده بقى الاختصار اللي هو الtop of funnel ده الTOFU، ده مش الأكلة الكورية اللي أنا باحبها، ولا الموفو. الموفو ده برضه مش أكلة، ده عبارة عن middle of funnel أو منتصف الfunnel، منتصف القمع يعني. والبوفو ده الbottom of funnel، وده اللي هو قاع الfunnel، وده اللي في الغالب بيحوّل العميل لمرحلة الconversion أو اللي هو فعلًا بيشتري منّك المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدّمها. فلو جينا قُلناهم سريعًا كده معناهم إيه، اللي هو awareness interest desire action وloyalty. أول حاجة الawareness أو الوعي بالعلامة التجارية بتاعتك، إزاي إن هو بيبتدي يعني يعرف الbrand بتاعك ويعرف أنت بتقدّم إيه، ده العميل. وبعدين مرحلة الinterest أو مرحلة الاهتمام، اللي هو يبتدي يهتم بالسلعة بتاعتك بشوية tactics كده أنت ممكن تعملهم، وطبعًا أنا هاشرحهم في الslides اللي جاية. وبعدين بقى مرحلة الdesire أو الرغبة إن هو عايز يشتري المنتج أو الخدمة
الخدمة اللي أنت بتقدّمها، وبعدين مرحلة الأكشن بقى هي مرحلة الشراء نفسها، وآخر حاجة بقى مرحلة الloyalty إن هو بيبقى خلاص loyal أو عنده ولاء للproduct بتاعتك، بيبدأ إن هو يعمل أنت بتبقى عامل له retention وبتقدر تحتفظ بيه، كمان هو بيقدر يعمل لك recommendation وبيعمل لك word of mouth وبيستقطب عملاء تانيين. فهي دي خطوات الfunnel بمنتهى أو الstages بتاعة الfunnel بمنتهى البساطة. خلّينا بقى نتكلم على كل stage منهم، وأول حاجة في الmarketing funnel في القمة الawareness مرحلة الوعي. يعني إيه بقى الawareness؟ يعني هي لحظة كده بيعرف فيها الشخص اللي أنت الbrand بتاعك موجود أصلًا. أنت بقى في المرحلة دي مش هدفك خالص إن أنت تبيع، يعني ده آخر حاجة ممكن تفكّر فيها لو أنت بتdesign مثلًا campaign علشان تعمل بيها awareness أو اللي أنت بتعمل وعي بالعلامة التجارية بتاعتك أو بالbrand بتاعك. فأنت مش هدفك بيع خالص، هو هدفك هنا وعي، اللي أنا بافهّم الجمهور المستهدف أنا باعمل إيه، أنا باقدّم إيه. فالهدف إنك توصل للناس الصح. الوسائل بقى اللي أنت ممكن تستخدمها هنا، ممكن تستخدم المقالات بتاعة الsearch engine optimization. يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا بتعمل لو حد مثلًا بما إني كنت شغالة في التجميل وأنا باحب القطاع ده جدًا أو المجال ده جدًا، فأنا أقول لك مثلًا لو أنت في التجميل عندك website فممكن تعمل section كده لblogs تبتدي تتكلم على حاجات تجميلية، تتكلم على نصائح تجميلية، تبتدي تدّي tips إن أنتِ مثلًا إزاي لمّا تصحي من النوم تعملي إيه، قبل ما تنامي بالليل تعملي إيه، تهتمي ببشرتِك إزاي. إحنا هنا مش جايبين سيرة الproduct خالص، دي نصائح عامة بس اللي أنت بتخلّي الجمهور يعرف أنت بتقدّم أصلًا أو شغال في مجال إيه، ويربط المعلومة اللي أنت بتقدّمها له بالbrand بتاعك. فدي أول خالص مرحلة. فأنت مش بتقول له تعالَ اشتري المنتج بتاعي، لأ أنت بتقول له أنت تهتم بالمجال اللي أنا باشتغل فيه ده إزاي. يعني أنت تهتم بجمال بشرتِك أو تهتمي يعني بجمال بشرتِك إزاي. إزاي تخلّي مثلًا بشرتِك نضرة، إزاي تاكلي أكل صحّي علشان ينعكس عليكِ وعلى بشرتِك. وكمان الshort videos أو اللي هي على اليوتيوب بتسموها shorts هي كده، أو الreels اللي موجودة على الإنستجرام أو موجودة على الفيسبوك أو التيك توك برضه، لإن هو مدة الفيديوهات فيه قصيرة. دي حاجة كويسة جدًا إن أنت تقدر تعمل بيها أو تعمل بيها حملات وعي للعلامة التجارية بتاعتك، اللي أنت تبتدي تعرّف الناس أنت بتقدّم إيه أو بتدّي نصيحة في المجال اللي أنت شغال فيه. فدي حاجة كويسة إن أنت تستخدمها. ممكن كمان تستخدم البودكاست برضه أنت تقدر تتكلم على topic معيّن مربوط بالمجال بتاعك، ومربوط بالمنتج بتاعك أو بالخدمة اللي أنت بتقدمها، وتقدر تفيد بيها الناس وتعمل لهم وعي إزاي في الحتة دي تقدر إن أنت تعمل مثلًا كذا، كذا، كذا. فده مثلًا إيه، حاجة مهمة جدًا في أول مرحلة، اللي أنت لو بتفكر إن أنت تعمل awareness إيه الحاجات بقى اللي أنت تستخدمها. زي ما أنا قُلت لك هنعيدهم تاني، إن أنت ممكن تستخدم SEO blog post، ممكن تستخدم إعلانات مدفوعة بقى سواء كانت على التيك توك، الreels، الshorts الموجودة في اليوتيوب، وتقدر كمان تعمل podcast. زي ما أنا قُلت لكم وضّحت لكم أنا طبعًا المجال الcosmetics أو التجميل ده يعني مجال أنا باحبه جدًا واشتغلت فيه لفترة طويلة. ممكن أدّيكم مثال مثلًا لو أنت حد شغال في الskin care أو في منتجات عناية البشرة، مش هتعمل أول فيديو ليك كده على طول علشان تخلّي الناس تعرفك إن أنت تقول أنا مثلًا باقدّم منتج للعناية بالبشرة بيعمل كذا، كذا، كذا. لأ، أنت ممكن تقول في reel صغير تقول إيه مثلًا 3 علامات إن بشرتِك محتاجة ترطيب. فأنت مثلًا بتقدّم المنتج اللي هو بيرطّب البشرة، فربطوا الbrand مع الترطيب، بس أنت ما قُلتش كده صريحًا يعني ولا طلبت منهم إن هم يشتروا أي حاجة. فأول مرّة شخص هيبقى بيسمع الفيديو أو أول مرّة يشوف حتى فيديو من المنتج بتاعك، هو شايف حاجة رابطها اللي هو بترطيب البشرة. فأنت عملت له وعي إن الbrand بتاعي هو مرتبط مثلًا بحتّة ترطيب البشرة بس بطريقة indirect. فده خلّاه في بداية القمع إن هو يبقى عنده وعي بالعلامة التجارية أو بالbrand بتاعك.
تاني مرحلة بقى هي مرحلة الinterest أو مرحلة اللي هو بيبقى الشخص فيها عايز أو عايز يتفاعل مع الbrand بتاعك، مهتم ابتدى يبقى مهتم، بيبقى عايز يعرف أكتر أنت بتعمل إيه. فمثلًا أنت بتتكلم في المثال اللي إحنا لسه قايلينه اللي أنت 3 خطوات مثلًا لترطيب البشرة، هو بيشوف الفيديو وبعدين يبتدي بقى يدخل على الprofile بتاعك، يشوف بقى أنت بتعمل إيه تاني، يقعد يقرا الbio، يقعد يدخل على الويب سايت، يشوف إن فعلًا الناس مثلًا بتقول عليك إيه، يشوف هل البراند ده أصلًا مستاهل اللي أنا أتابعه والّا لأ، هل أبتدي أعمل لايك مثلًا لو هو على الإنستجرام بروفايل، أبتدي أعمل لايك للإنستجرام والّا لأ ده مش مستاهل، لأ مش بيقدّم حاجة ذو value. فهنا بقى اللي هي دي مرحلة الinterest، الشخص بيُبدي اهتمامه بالمنتج بتاعك وبالبراند بتاعك. وهنا طبعًا زي ما أنا قُلت لك اللي هو لمّا يدخل على الإنستجرام هنا بيبقى هدفك بقى إن هو يعمل لك follow، اللي أنت to earn يعني a follow، أو إن الشخص ده يكليك مثلًا على الويب سايت زي ما أنا قُلت لك، أو الشخص لو أنت حاطط مثلًا أو اللي أنت عامل campaign هدفها اللي أنت تجمّع منها leads أو تجمّع منها ناس عشان تعمل لهم email marketing، يبقى الهدف اللي أنت عايز تعمل email تخلّيه ياخد الخطوة للemail sign up. فده طبعًا مهم جدًا في مرحلة الinterest، يبقى أنت عارف هدفك إيه. يبقى هنا برضه إحنا ما اتكلمناش على بيع خالص، أنت هنا بتجمّع مرحلة اللي أنت بتعمل collection للdatabase بتاعتك أو لمجموعة الجمهور المستهدف اللي هو فعلًا مهتم بالمنتج بتاعك. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الdesire أو مرحلة الرغبة، اللي أنت بتبقى بتبني فيها trust أو ثقة مع العميل، لإن الشخص هنا بيبقى فعلًا خلاص هو بقى يعني بقى عنده وعي بالعلامة التجارية، بقى interest ومثلًا داس على الweb site، عرف أنت بتقدّم إيه، عرف الbrand بتاعك، فضل يسمع حاجات كتير وآراء كتير من العملا، قعد يعمل collection للdata ويعمل يعني زي ما بتقولوا كده ب ب بي بيشوف الbrand ده فعلًا هل يستحق اللي أنا أشتريه والّا لأ، بقى عنده رغبة حقيقية فعلًا اللي هو يشتري المنتج أو يشتري الخدمة اللي أنت بتقدمها. فمثلًا بيخش بقى يشوف الprofile بتاعك على الفيسبوك، أنت مثلًا لو فاتح الreviews فبيشوف آراء العملا، لو مثلًا أنت عامل offers، طب ما أنا أجرّب الproduct وفعلًا إيه، أبتدي بقى أفكّر في اللي أنا أشتريه وآخد والحق الoffer ده. فهنا بقى مرحلة اللي أنا زي ما أنا قُلت لك اللي أنت بتبني trust. مهم أوي إن أنت في المرحلة دي برضه إن أنت تبتدي تعمل offers حتى لو يعني offers بسيطة، بس إن أنت تقدر تستقطب بيها العملا المستهدفين بتوعك. مرحلة الأكشن بقى اللي هي بتيجي بعد اللي هو الawareness، بعد الinterest، وبعد الdesire، خلاص هو بقى عنده رغبة وخلاص هو اتأكد إن أنت حد بتقدّم value، شاف التقييمات، شاف آراء العملا، شاف أنت بتتفاعل إزاي مع مع الناس التانية، شاف الmentions اللي أنت حاططها على السوشيال ميديا أو الناس هي بتتكلم عليك بتقول إيه، واتأكد خلاص اللي هو فعلًا أنت منتج أو بتقدّم خدمة تستحق اللي هو يدفع فيها فلوس. فهنا بييجي بقى خطوة إن هو يبقى عميل فعلي وبيدفع له بيدفع لك 100% خلاص وبقى عميلك المؤكد مش عميل محتمل. ففي المرحلة دي بقى أنت المفروض تسهّل على العميل على قد ما تقدر. زي ما أنا قُلت لك كنت اتكلمت قبل كده على حتّة الdelivery دي حاجة مهمة جدًا، على حتّة الweb site أنا ما اكلكعهاش في الweb site، أو لو مثلًا حاطط الlink بتاع الweb site وعلى الإنستجرام ومثلًا link مش clickable مش بيفتح، أنا مثلًا غلطت في كلمة والّا غلطت في حرف فمش هو الweb site بتاعي. فلازم أتأكد من حاجات صغيّرة بس هي ممكن يا إمّا تقفل العميل يا إمّا تكسبه معاك للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة الloyalty. في ناس أصلًا بتخلّي إن هو عايز اسمه واسم باباه واسم جده وعنوانه وعنوان تاني ورقم تليفون تاني، لأ كل ده ما لوش أي لازمة. ده الناس لو أنت تقدر يعمل sign up على الweb site بتاعك بGmail ماشي تمام الحال، برقم تليفونه بيبقى كويس جدًا، تبسّط بس على قد العنوان، على قد رقم تليفون واحد وخلاص كده وشكرًا. فكل ما بتسهّل عليه كل ما العميل بيقدر يوصل للمرحلة اللي بعد كده اللي أنا قُلت لك في الأول، اللي هي مرحلة مهمة جدًا، مرحلة إن هو يبقى loyal للbrand أو للعلامة التجارية بتاعتك. وزي ما أنا قُلت لك في الأول كده إن في ناس بتفكّر إن هو خلاص هو اشترى شكرًا، يعني اللي هو hit and run، وده للأسف concept موجود في معظم الشركات في الوطن العربي، اللي هو بقى ما عندوش after sale، يعني أنا خلاص بقى خدت الفلوس والفلوس بقت في جيبي بعد كده sorry يعني بس يولع العميل، وده طبعًا concept مش صح خالص. أنا المرحلة دي مهمة جدًا، وأنا على فكرة باهتم بيها جدًا، جدًا، يعني حتى لو أنا شغال مثلًا معايا team في الmoderation
وباشوف الmessages اللي جاية من العُملا، لإن أنا باخد منها survey، باخد منها كمان أفكار. يعني ممكن عميل يقول لي مثلًا ما تخلّي الpackaging مثلًا يبقى سهل في الفتح، وده على فكرة حصل معايا في brands كتير لحاجات cosmetics أنا كنت شغّالة فيها. يعني كنت شغّالة في brand wipes، وكان في مشكلة في اللزقة اللي فوق من الwipes. يعني ابتديت آخد من العُملا، واشتغلت مع الR&D الdepartment بتاع القسم التطوير في البحث والتطوير في الشركة، وقدرنا إن إحنا نعمل. كنا تقريبًا من أوائل الناس اللي تقدر تعمل اللي هي الwipes أو المناديل المبللة، بتكون مفتوحة ببلاستيكة من فوق واللزقة تبقى من جوّه، حتى لو طارت اللزقة بتبقى البلاستيك وهي بيبقى لزقها قوي بتبقى موجودة فيها. فأنت إزاي من آراء عميل وحاجات بسيطة جدًا حد ممكن يقولها لك ممكن تطوّر المنتج بتاعك للأحسن. فدي حاجة لازم إن أنت دايمًا تبقى عينك عليها، مش اللي أنت تبيعه وخلاص، لأ، اللي أنت كمان تاخد الfeedback واللي أنت تحتفظ بالعميل، لإن العميل ده هيجيب لك 5، 6 عُملا معاه، ده أقل حاجة. يعني أنا باقول لك رقم كده، بس فعلًا لو أنت ادّيت للعميل خدمة ما بعد البيع، وحتى في البيع سهّلت عليه التجربة، وسهّلت إن هو يوصل لك بمنتهى السهولة، الdelivery كان سهل، كل حاجة بقت الpackaging كان بشكل مُلفت وبشكل مُريح وبشكل اللي هو ما يضايقهوش، كل ما هو هيبقى loyal معاك أكتر وهيعمل لك ترشيحات لعُملا تانيين. وفي الحتّة دي فعلًا لو هو يعني العميل كان satisfied بالمنتج اللي هو اشتراه أو بالخدمة اللي هو حصل عليها، وكان فعلًا راضي وكده، بتلاقيه هو لوحده من غير ما أنت حتى ب بت بتشجّعه. بس طبعًا من الأفضل اللي أنت علشان تحسّس العميل بقيمته قد إيه هو حد مهم ليك، وده فعلًا العميل لازم هو حد مهم ليك، لإن هو كيان الشركة كلّها قائمة عليه. يعني هو لو العميل ما اشتراش، ما رشّحكش، مش عارفة إيه، أنت كده بتخسر. فهو حاجة بتكسّبك، فحاجة بتكسّبك لازم أخلّيها satisfied، يعني لازم أخلّيه راضي وعنده شعور كده إن هو حد مميز، إن هو اشترى منّي وإن هو فضّلني على المنافسين اللي في السوق. فمش هاخسر حاجة مثلًا لو أنا عملت له إيميل شكر، لو عملت له SMS بعد ما اشترى إن هو يعني شكرته فيه على إن هو كان عميل ليّا وحاجات كده. وأبتدي مثلًا لو هو وأدّي له discount لو كرر الشرا مرّة تانية مثلًا ياخد 10%. إيه المشكلة في إن أنت بتكسب عميل وبتكسب معاه عُملا تانيين، إن أنت تعمل حاجة بسيطة زي كده؟ وفي الحتّة دي في ناس أصلًا، يعني أنا مش بافضّل الحاجة دي، وفي ناس كتير يعني في التسويق اتكلّموا على الحاجة دي سيئة. في حاجة اسمها UGC أو الuser generated content، إن أنت إزاي بتجيب حد عميل، وفي للأسف ناس بتستغل التسويق في الحتّة دي مش صح، بتجيب عميل fake أو عميل مش حقيقي إن هو يتكلّم على المنتج ويرشّحه لناس تانية، ودي حاجة مش كويسة يعني. والناس بتحس إن ده حد مدفوع له والّا بتحس، وطبعًا ده بعيدًا خالص عن أخلاقيات التسويق، يعني إحنا مش المفروض نعمل كده. ولكن من الأحسن أنت اللي بتلاقي حتى لوحدك إن مثلًا واحد لو أنت شغال في شركة cosmetics وجيت بايع منتج والمنتج ده فاق توقعات العميل وهو كان satisfied أوي بيه، بتلاقيه هو لوحده منزّل story عامل لك mention، بتلاقيه مثلًا حتى عامل unboxing للحاجة بتاعته، بتلاقي حاجات كتير كده على التيك توك، وبتعرف إن هو إنسان حقيقي مش إنسان مدفوع له. وده فعلًا لو هو أخد خدمة بطريقة مضبوطة 100%. لو أنت ماشي على الfunnel بتوصّل له الرسالة في كل stage من الstage بتاعة الmarketing funnel صح، هتلاقيه هو عميل لوحده loyal ليك، هو لوحده بيتكلم، هو بيعمل recommendation لناس تانية. وعشان أنت بقى لو أنت حد شغال في الcampaign designing أو اللي أنت بتصمم حملات إعلانية، خلّيني أوضّحها لك كده بمثال بسيط إزاي ترسم الfunnel صح. فلو إحنا عندنا مثلًا واحدة اسمها سارة، سارة دي كانت قاعدة بتscroll على أو بتفِر كده على التيك توك ولقت فيديو إن إزاي تعمل طريقة عمل قهوة صح. فدي مرحلة هي مرحلة الawareness، هي بقى عندها وعي، عايزة تعرف إيه القهوة دي والقهوة دي بتتعمل إزاي، فهي شافت الفيديو، فعايزة تعرف بقى مين اللي بيقدّم الفيديو ده، مين اللي عامل ده. فراحت رايحة على البروفايل بتاع التيك توك وشافت الحساب، وبعدين قرِت البايو. فدي مرحلة هي راحت لمرحلة تانية اللي هي مرحلة الinterest، اللي إحنا أهو عايزينها تعمل click، عايزينها تعمل لنا follow، عايزين إن هي تدخل على الweb site بتاعنا تشوف تعرف إحنا بنقدّم إيه. فدي في مرحلة الinterest. بعد كده شافت أكتر من 500 تقييم مثلًا إن الناس مديّة لك 5 stars في الcomments، فدي مرحلة تانية.
دي زي ما أنا قُلت لك مرحلة الdesire، هي بقى شافت إن أنت فعلًا حد عندك credibility أو حد عندك مصداقية، بتعمل قهوة مضبوطة مش مغشوشة، الناس متكلمة عليك كويس، فدخلت لمرحلة الdesire، لأ أنا عايزة أشتري القهوة دي. وبعد بقى ما شافت الناس الsubscription وشافت الreviews اللي هي كلّها positive واللي هي كلّها بتشجّعها على الشرا، أنت بقى كنت عامل box مثلًا إن هو يكفّي الواحد في استهلاكه للشهر وحاطط عليه هدية مثلًا مَج أو whatsoever، فجات سارة اشترت فعلًا الproduct بتاعتك، وصلت لمرحلة الaction وبعدين بقى ابتدت إن هي فعلًا شربت القهوة، لقت إن هي المنتج فعلًا اللي هو القهوة زي ما هي توقّعته، يعني ما طلعش أقل، ما طلعتش الquality بتاعته مش حلوة، ما طلعش طعمه مش زي ما هي حابة، ما طلعش إن هو أي كلام محطوط في الreviews وخلاص، فاتأكدت فعلًا من مصداقية الproduct بتاعتك، ابتدت بقى تعمل recommendation وتعمل word of mouth لصاحباتها، وصاحباتها بقوا يشتروا القهوة ويجربوها، وبقت عندها sort of إن هي بقت loyal للbrand بتاعك، وصلت هنا لمرحلة الloyalty. فدي بمنتهى البساطة يعني أنا حاولت حتى وأنت شغال بقى في الcampaigns وهتعمل إعلانات، مش اللي أنت تعمل إعلان وخلاص، أنت تعرف الهدف من الحملة الإعلانية بتاعتك إيه، تعرف هتقدّم وإيه الرسالة التسويقية اللي هتقولها في كل stage من الstages بتاعة الmarketing funnel. فمهم جدًا إن أنت تعرف إمتى إن أنا أعمل له رسالة awareness، interest، desire، action وloyalty. وزي ما اتكلمنا بقى على طريقة التصميم للي أنت تعمل marketing funnel وإزاي إن أنت تستغلها في اللي أنت تعمل حملات إعلانية مضبوطة بشكل صح، كل stage موجه لها رسالة مضبوطة، نيجي بقى للأخطاء اللي أنت لازم تتجنبها علشان تبقى الfunnel marketing بتاعتك accurate وتبقى واصلة للجمهور فعلًا المستهدف، مش واصلة لأي ناس كده وخلاص. فأول حاجة زي ما أنا قُلت لك كده في الأول، أنا ما ينفعش أبقى في مرحلة الawareness وأطلب من الناس تشتري، ده غلط جدًا. أنا awareness يعني وعي، وعي يعني وعي، وعي مش يعني action، مش يعني أنا عايزة يشتري خالص، آخر حاجة بافكّر فيها إن هو يشتري. وعي يعني عايزاه يعرف أنا باقدّم إيه، مثلًا زي منتج القهوة ده زي ما أنا قُلت لك، اللي هو القهوة بتاعتي الquality بتاعتها أبتدي مثلًا قهوة عشان تطلع بوِش تعملها إزاي، مش عارفة إيه، فبتتكلّم أنت بتعمل إيه بطريقة غير مباشرة تخلّي الناس عايزة تبقى تروح للمرحلة اللي بعد كده تبقى مهتمة بالproduct بتاعك، تهتم إن هي عايزة تعرف أنت بتعمل إيه، يبقى عندها الفضول ده. برضه من الخطأ الشائع في الmarketing funnel إن أنت بتتابع بطريقة واللي هو slow follow up، يعني أنت بتتابع العميل بتاعك بطريقة بطيئة، مثلًا أنت حاطط form إن هو يسيب بياناته، أنت أصلًا ما كلمتوش، يعني عدّى شهر مثلًا وما كلمتوش، هو أصلًا خلاص كده هينساك وهينسى الbrand وهينسى أي حاجة متعلقة بيك، فمهم جدًا لو أنت عامل الCTA أو call to action معين، أنت مثلًا حاطط في الbio sign up form أو حاطط اللي هم الناس تسجّل عندك بطريقة معيّنة إن هو يسيب إيميل ويسيب رقم تليفونه، فلازم تتواصل معاه، ما دام أنت عامل الform يبقى لازم تتابعها أول بأول. الغلطة التالتة وأنا يمكن قُلتها بس الcomplicated checkout أو اللي أنت بتصعّب مرحلة إن هو يحصل على المنتج، سواء بقى أنت مثلًا أنت عامل كل حاجة صح والwebsite حلو والدنيا تمام، بس مثلًا جيت في مرحلة الدفع، الدفع مش شغال، جيت في مرحلة الdelivery مثلًا مش شغال أو بيتوصّل وبيتأخّر جدًا، أو إن أنا باستغربها جدًا وفعلًا يمكن كلّنا بنعاني منها، طَب أنا دلوقتي حد كلّمني من خدمة العملا بعد ما سِبت بياناتي وأكّد معايا العنوان والكلام ده كلّه، جه الdelivery تاني قبل ما يسلّمني أصل أنا بأكّد على حضرتك اللي أنت هتستلم دلوقتي، فييجي ماشي أنا ب بت ب خلاص باقول تاني وباعيد عنواني وباعيد كده، ييجي قبل ما يوصل أصل أنا قدّامي نُص ساعة أهو، طَب أنا أكيد باشتري online عشان أخلص من الhassles بتاع كل شوية إن هو حد يكلّمني، فلمّا بالاقي كل شوية حد يكلّمني وأنا باعيد المعلومات أنا بازهق وبامِل. وباحس إن الموضوع لأ مش حلو، ده أنا باقول لك في كده، ما بالك بقى إن كمان في ناس الwebsite عندها تقيل، مصعّباها زي ما أنا قُلت اللي هي process كتير عشان تسيب البيانات بتاعتك، أنا ممكن أعمل sign up وأسيب رقم تليفوني وخلاص خلصنا، يعني أعمل sign up بالGmail وأسيب رقم التليفون وخلصنا، هو مش قصة اللي أنا أقعد ألِم بيانات وهي useless أصلًا بالنسبة لي كشركة، وحاجة بتخلّي عميل يزهق، أنا عايز الحاجة بسرعة، هو اللي بيشتري online بيشتري online ليه؟ عشان عامل السرعة.
وعامل الوقت، هو ما عندوش وقت اللي هو ينزل in store ويشتري ويقعد ويرجع ويتفرهد ومواصلات وبتاع، هو عايز ينجز نفسه، فأنت تخلّيه عنده إحساس الإنجاز ده، اللي هو مش كل شوية خلاص هو مرّة واحدة حد يكلمه، البتاع ده لازم تجرّبه الweb site لازم تجرّبه مرّة و2 و3 تحط نفسك مكان العميل، وتخلّي ناس من اللي حواليك يجرّبوه، ما تاخدش رأيك لوحدك، لإن أنت ممكن بتكون تحب التفاصيل، العميل ما بيحبش التفاصيل ومش عايز يسيبها. وزي ما أنا قُلت كمان قبل كده إن الناس أصلًا بتركّز على لحد مرحلة اللي هي الأكشن، لحد مرحلة الشرا، اللي هو بعد كده اللي هو الafter sale وال واللي هو اللي يوصل لمرحلة الloyalty والّا مش loyalty في ناس أصلًا ما بتركّزش فيها، ودي حاجة غلط جدًا، يعني دي أكتر حاجة أنت ممكن تعمل لك فلوس، وممكن تخلّي بدال عندك عميل يبقى عندك 100 عميل، هي مرحلة الloyalty، هي مرحلة إزاي اللي أنت تحافظ عليه، إزاي إن أنت زي إحنا ما بنقول كده spoiling the client أو اللي أنت تدلّع العميل، يعني فعلًا أنت بتدلّله علشان يقدر اللي هو يحس إن هو satisfied يحس إن هو المنتج ده حاجة مميزة جدًا مش عند أي حد، بيعاملوني معاملة فائقة في الجودة وكده، فأنا أبتدي أرشّح وأجيب ناس عُملا تانيين، فاوعى تتجاهل مرحلة الloyalty دي، لإن دي مرحلة مهمة جدًا في الmarketing funnel. وعايزة منّك بقى النهارده تطبيق عملي لو أنت عندك business أو اللي أنت بتصمم إعلان، اللي أنت تعمل 4 خطوات. أول حاجة الخطوة الأولى ترتّب المحتوى بتاعك، يعني كل post بتعمله حدد هو تحت أنهي مرحلة من المرحلة ال5. بعد كده في المرحلة اللي بعد كده أو الخطوة اللي بعد كده خلّي الرسالة بقى تناسب كل مرحلة، يعني أنا مثلًا اكتشفت اللي أنا في الcontent بتاعي اللي أنا باعمل awareness فما اطلبش بيع خالص، يبقى أنا أضبّط الcontent على أساس إن هو ما يكونش بيعي، لأ ده يبقى هو توعية بس. في الخطوة التالتة بقى تابع الناس اللي بتسيب الmarketing funnel دي بيروحوا فين أو وصلوا لأي مرحلة بالضبط، يعني هو مثلًا وصل لمرحلة اللي هو ال الdesire أو الرغبة، وبعدين ما اشتراش، مثلًا واحد ممكن يكون هو على الwebsite وصل لكل حاجة، جاي عند الشرا جاله تليفون فمشي، فأنت سِبته، فلأ أنت ممكن تعمل له retargeting أو remarketing بقى بالcampaigns يعني عن طريق الpixel والناس اللي شغالة في الcampaigns أكيد عارفة الكلام ده، وأنا هابقى أتكلم إن شاء الله في حلقات على الإعلانات الفيسبوك وعلى إعلانات التيك توك والكلام ده، هابقى أعمل لكم ليها حلقات خاصة، ولكن أنت ما تسيبش العميل هو عند مرحلة وخاصةً إذا كان قريب من آخر الfunnel من الaction فأنا ما اسيبهوش كده وخلاص، لأ اللي أنا ممكن أعمل له retargeting أو remarketing وأرجع أستهدفه تاني. بعد كده آخر حاجة اتأكد بقى اللي أنت قفلت الدايرة، ودايمًا باللي أنت خلاص العميل بعد ما اشترى دايمًا تتأكد إن العميل يجيب لك عميل تاني، يعني حتى لو هو ما عملش ده، أنت ممكن تشجعه على كده، وأنا قُلت لك خلال الحلقة دي طرق كتير ينفع إن أنت تخلّي العميل يجيب لك عُملا تانيين. ولو أنت صاحب business أو لو أنت شغال في التسويق أو شغال حتى في إن أنت بتصمم الإعلانات أو الحملات الإعلانية المدفوعة، عايزاك تكتب لي في الcomment إيه أي مرحلة أنت بتشوفها إن هي أنت عندك فيها مشكلة أو حاسس إن أنت ضعيف فيها، يعني هل هي مرحلة الawareness، الinterest، الdesire، الaction والّا الloyalty؟ أنا أحب يعني أتفاعل معاكم، وكمان عندي جروب على الفيسبوك تقدروا يعني كلنا ممكن نعمل community نتواصل فيه مع بعض الناس اللي مهتمة بالتسويق، نقول المشاكل اللي بتواجهنا في التسويق أو في الbusiness بتاعتنا، ونقدر نتواصل مع بعض وتقدروا تتواصلوا معايا بطريقة مباشرة، وأنا هاسيب لكم لينك الفيسبوك جروب في وصف الفيديو بتاع النهارده، وتقدروا تعملوا join نقدر إن شاء الله نتواصل بطريقة مباشرة مع بعض. ولو استفدتم من الحلقة ما تنسوش تعملوا لها شير وتشاركوها مع حد يكون مهتم بالتسويق أو حد صاحب بيزنس ومش عارف يعني إيه الماركتينج فانل أو اللي هي القمع التسويقي، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان تتابعوا الحلقات الجاية من أساسيات التسويق، وكمان تعملوا تفعيل لزرار الجرس في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من سلسلة أساسيات التسويق.